انا متاكده لو جربتوا وصفه الفاهيتا دي هتعتمدوها، بجد وصفه حلوه جدا وسهله وخطيره. هنجيب كيلو من صدور الفراخ الكامله وهنبتدي نقطعها شرايح تكون عريضه شويه، مش زي الشاورما، اعرض شويه. وهنستخدم خلطه الفاهيتا من ويلز، بجد حلوه جدا والبهارات بتاعتها مظبوطه. وهكتب لكم برده في الكابشن لو مش عندكم ايه البهارات بتاعه الفاهيتا. وهنحط 3 معالق من زيت الزيتون، فصين من الثوم المهروس، وعصير ليمونه كامله. وهنحط رشه من الفلفل ورشه من الملح، مش هنزود الملح، البهارات مملحه وكمان الليمون بيدي تحديقه. وهنقلب الكلام ده كله وهنسيب الفراخ على الاقل ساعه في التتبيله دي. هنجيب بقى الخضار بتاعنا هنحضره، هنجيب بصلايه نقطعها جوليان بالشكل ده، وهنجيب فلفل الوان وهنقطعه بالطول كده، وهنجيب طاسه تكون تقيله شويه، اهم حاجه عايزين الطاسه بتاعتنا تكون تقيله، ونحط معلقتين من الزيت وهننزل بالفاهيتا بتاعتنا وهنسمع الصوت الحلو ده. وهنسيبها ما تقلبوهاش خالص وتكونوا معليين النار علشان تاخد لون حلو كده وما تنزلش الميه بتاعتها. وهنديها تقليبه، وبعد كده هننزل بالخضار بتاعنا كل مره واحده. هنقلب، احنا مش عايزين الخضار يتهري، هنقلب كده لمده دقيقتين بس يبتدي يدخل معانا في تسويه. تقدروا تحطوا زيتون شرايح، ده اختياري. والثلاث حاجات دول بيفرقوا جدا في الطعم. هنحط معلقه من الكاتشب، معلقه من الويسترشاير صوص، ومعلقه من الصويا صوص، وهنقلب وبس كده هنقفل. وهيبقى عندكم احلى فاهيتا طعمها خطير، سهله جدا وتعتبر وصفه صحيه. جربوها، انا متاكده هتعجبكم جدا.